السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا حبيب قلبي من مطبخ كوكي بفيديو جديد. طبعا اعمل معاكم كيكة الشوكولاتة او الشوكليت كيك. طبعا ده الصوص يا حبايبي بتاعهم. طبعا طريقة الصوص معانا هتشوفوها ازاي اللي انا عاملاها لكم. معانا هنا كوبايتين دقيق، كوباية لبن، كوب من الزيت وكوب من السكر ونص كوباية كاكاو، 3 بيضات، ومعانا 3 اكياس فانيليا، ومعانا باكو بيكنج باودر. هنحط السكر يا حبايبي الاول، هنضيف اللبن، الكاكاو. طبعا يا حبايب قلبي كاكاو خام بدون سكر. نحط كيسين بيكنج، كيسين فانيليا عشان تبقى ريحة الصوص جميلة. طبعا هنزل خفيف رفيع بالزيت بالتدريج بسيط، مش مرة واحدة. طبعا كل ما تحطي زيت يا حبايب قلبي هيتقل معاكم القوام. خلاص كده القوام اللي احنا مطلوب. خلاص كده هنشيل شوية على جنب طبعا للتزيين. هنضيف 3 بيضات، كيس الفانيليا. طبعا هنخفقهم كويس. طبعا هننزل الصوص القديم اللي هو اللي عملناه الاول عشان يبقى كله مع بعض. هننقل الدقيق كويس. نحط كيس بيكنج باودر على الدقيق. هنحط كل المواد الجافة مع بعض. نحط طبعا 1/4 معلقة صغيرة من الملح. هنقلبهم كويس. هنضيف الخليط كله في بولة. هنضيف عليه الدقيق مرة واحدة. طبعا ده مقدار مظبوط يا حبايبي. طبعا تحس ان انت عايزة دقيق، بس لا، انت كل ما تقلبي كويس هتحس ان الخليط معاكي بقى متماسك وجميل. هو القوام المظبوط. تقلبي بالراحة. بس يا حبايبي كده خلاص. طبعا يا حبايبي انا اصغر صينية عندي هحط فيها الخليط. طبعا عشان تطلع عالية تدهنها بسمنة او زبدة لأي حاجة عندك. طبعا انا مشغلة الفرن من ربع ساعة كده قبل ما ابتدي في المقادير. خلاص كده يا حبايبي احطها في الفرن. طبعا يا حبايبي شكل الكيكة بعد ما طلعت واختبرتها طبعا لقيتها كويسة واستوت، سبتها بردت شوية. بس يا حبايبي ازاي مفيهاش اي حاجة من جوه، مستوية. طبعا اعمل لها كده فتحات ثقوب عشان هحط فيها طبعا انا عاملة لبن وعندي كاكاو، حط اللبن في كاكاو في كوباية بص ازاي. طبعا هو يكون هي سخنة وتحط مش هتبقى كويسة، لازم تبرد معاك. بعد كده احط الخليط، هسيبها لحد ما تتشرب كويس. بعد كده زينا كل ما تبقى معاك الكيكة ناجحة هتشرب الخليط. خلاص كده يا حبايبي شربت الخليط وانا قلبتها عشان طبعا يبقى شكلها حلو. هنقطعها مع بعض عشان نحط الصوص عليها. طبعا بص تقيل ازاي، كل ما بيقعد بيتقل ازاي. هنوزع على الكيكة كل الخليط.
هتسويها كويس عشان تبقى شكلها حلو. طبعا بصي يا حبايبي ازاي بقى طلعت بمنتهى السهولة، شكلها تحفة. ازاي يا جماعة، هشة وطرية وجميلة جدا، طعمها تحفة. ما تنسوش يا حبايبي اللي عجبكم الفيديو اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيكم هو كل جديد في جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.